والسلام على رسول الله. هنعمل النهارده مع بعض صينيه القلاش القمرتين. ما شاء الله عليها، هي جميله قوي مش مكلفه. احنا عملناها بلحمه وزيتون بس. ممكن تحطي عليها جبن، ممكن تحطي عليها ميكس، ممكن تحطي جبنه رومي، ممكن تحطي جبنه موتزاريلا على حسب ما انت حسب المتوفر عندك. انا بصراحه عملتها باللحمه بس. وحطيت عليها زيتون. ما شاء الله جميله قوي ولها خطوات معينه. واخر خطوه دي مهمه جدا، اللي هي الخطوه بتاعه البيض واللبن والبودر والبهارات والشوربه. ما شاء الله. تابعوا معايا الخطوات خطوه خطوه. بسم الله. اول خطوه معايا في تعصيج اللحمه. اول حاجه انا فرمت بصل، مش بحط بصل كتير قوي ولا قليل قوي، خلينا في المتوسط احسن. انا فرمته فرم ناعم على الكبه، برضو مش ناعم قوي خالص. خلينا في الوسط، لان لو انت كترت البصل زياده عن حده بيبقى طعم اللحمه وحش قوي. بعد كده تاني خطوه بحط البهارات، عباره عن انا عندي هنا دي ربع معلقه سكر، ده كمون، ملح، فلفل اسمر. دي خلطه انا عاملاها عباره عن كزبره وبابريكا شطه. خلطه انا عاملاها بحبها قوي على فكره. هحطها على البصل وهشوح البصل شويه صغيرين مع البهارات، عشان انا بحب البصل ياخد الاول من ريحه البهارات. طبعا انا قلبت البصل مع البهارات. طبعا انا مش بطول عليه علشان النار مش عليه زيت يعني وكده، ولا عليه سمنه ولا اي حاجه. طبعا هنزل بالكيلو اللحمه المفرومه، هنزل بيها زي ما احنا شايفين كده. طبعا هي عليها نسبه دهن، عليها نسبة من الدهن، عشان كده انا ما حطيتش اي سمنة ولا زيت ولا اي حاجة خالص. انا مستكفية بالدهن اللي عليها. طبعا انا سبتها تفك، وانا اللي فرماها فرم ناعم. طبعا هسيبها تندمج شويه مع البصله والبهارات. طبعا بتديها ريحه كويسه قوي زي ما احنا شايفين كده. هسيبها بس تتدبل شويه. بعد كده انا فرمت هنا كم قرن فلفل احمر. بصراحه انا بحب الفلفل الاحمر مع اللحمه المتعصجه، جميله قوي زي ما احنا شايفين كده. حطيت القرن الفلفل. هنزل معايا بطماطمتين، ممكن تقطعيهم مكعبات صغيره، ممكن تفرميهم على حسب ما انت عاوزه. طبعا قلبنا الفلفل مع اللحمه مع البصل مع البهارات. كل ما بتضيفي حاجه بتقلبيها كويس قوي. معايا هنا الصلصه زي ما احنا شايفين كده، هنزل بيها. هي مش صلصه، هم طماطميتين انا فرمتهم فرم خشن زي ما احنا شايفين كده، فرم خشن. فطبعا ايه، هسيبهم بقى. هعلي عليهم النار واسيبهم يشربوا منهم الميه، تشرب الميه من اللحمه المفرومه خالص، يبقى كده اللحمه استوت. طبعا ما حطيتش اي دهون لان اللحمه فيها دهن. اللحمه مع بعض قد ايه هي ريحتها جميله، ما شاء الله عليها، ريحتها جميله. والفلفل الاحمر فيها مخليها ما شاء الله جميله جدا. واحنا قلنا ان هي فيها نسبه دهن، مش قدرنا نحط سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. فيها نسبه من الدهن. ريحتها والله جميله جدا جدا جدا. حتى احنا صايمين ومش الريحه جوعتنا، الريحه بامانه جوعتنا. ما شاء الله عليها. طريقة على فكرة احترافية، ما حطيناش بقى ايه بابريكا، ولا حطينا البهارات التانية ولا اي حاجة. خليناها كده ايه من طعم اللحمة. بعد ما عصجنا اللحمة، اول خطوة معايا في اعمال القلاش. بسم الله. اول حاجة انا هنا معايا طاجن زيت على سمنة على حتة من الزبدة. طبعا هنا انا هدهن الصينية بتاعتي بالفرشة. عايزه تدهنيها زيت ماشي، عايزه تدهنيها سمنه ماشي، عايزه تدهني الاتنين على بعض ماشي، مفيش اي مشكله. المهم ان الصينيه تندهن، ايا كان بقى الدهان بتاعها مش اي مشكله. فانا هنا دهنتها كويس قوي، حتى الجوانب دهنتها. بعد كده هجيب القلاش معايا نص كيلو من القلاش. اول حاجه بفرد في الصينيه بعد ما دهنت الصينيه، بفرده كويس قوي كده زي ما احنا شايفين. انا عاملاها في الصينيه المربعه علشان ما تاخدش معايا وقت، في 3 دقايق بكون مخلصه. زي ما احنا شايفين كده. بحط كمان رقين. انا بحط 2 2، ممكن انت تحطي 1 1 علشان ايه ما تقوليش ان انا يعني ايه بحط انا بحط 2 2 بصراحه يعني. بعد كده بدهن دهنه من السمنه او على الزيت على الزبده. احنا قلنا اي حاجه متوفره عندك، بس انا مديها حته زبده يعني تديها ريحه حلوه.
انا بصراحه في القلاش بحب اعمله ليه اجنحه كده علشان الحشو بتاعه ما يطلعش. بحب اعمل 4 جوانب، احب اعمل له اجنحه كده بحيث ان انا ايه احشي كويس قوي واحط ايه ما يطلعش الحشو مني زي ما احنا شايفين كده. هعمل كله كده اجنحه زي ما احنا شايفين كده. برضو ادي الطرف التاني اهو، برضو منزلاه الناحيه التانيه، واخر الطرف اللي هنا حطيت الطرفين على بعض. برضو عملت الطرف الرابع زي ما احنا شايفين كده. هدهن بقى معايا سمنه على زيت، هدهن دهنه كده. كده انا عملت الجوانب الاربعه. هحط كمان رقين في النص عشان ما تبقاش رفيعه. بعد كده هنزل بالحشوه. هو القلاش عادي مفيهوش اي يعني تعب ولا اي حاجه خالص، بس كل الحكايه انه في تكات معينه لازم نعملها علشان ما يبوظش مننا. بنزل بالحشوه باللحمه المفرومه. انا نقلت حبه في طبق علشان اقدر اعملها قدام منكم بدل ما اجيب الحله هنا معايا. بوزعها كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. ريحتها جميله قوي. على فكره لو انت عايزه تحطي جبن حطي، عايزه تحطي زيتون حطي. طبعا الحشوه دي بتاعتك انت، عايزه تكلفيها حلو، عايزه تحطي جبنه رومي حطي، ميكس شيدر اللي انت عايزاه حطيه. انا بصراحه اكتفيت باللحمه بس، هوايه احط زيتون. هطلع كام زيتونه كده من البرطمان وهحط زيتون. هوزع اللحمه كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. في ناس عايزه تحط جبنه موتزاريلا ماشي. معايا زيتون انا هنا قطعته، ده الزيتون اللي انا عاملاه في القناه ما شاء الله عليه جميل جدا. على فكره هو قرب يخلص بس والله العظيم طعمه حلو قوي. لا هو مرر ولا هو اي حاجه، وماسك نفسه جامد. مفيش فيه اي مراره ولا فيه اي حاجه خالص. بالهنا والشفا. هو خلاص مش باقي فيه غير حبه صغيرين، يا ريتنا كترنا، مش كنا فاكرينه هيخلص على طول كده. انا عامله برطمان ليمون وبرطمان زيتون. الزيتون ما شاء الله انسحب كله هو الليمون. بصراحة مش بيخليني اشتري اي ليمون ولا زيتون من بره. بيكفيني طول السنة، بس بصراحة ولادي جروا فيه كتير قوي فابتدى يخلص ما شاء الله. بحب احطه كده في الصينية زي ما احنا شايفين كده واوزعه كويس قوي. بيدي طعم حلو قوي في القلاش والبيتزا والمكرونة البشاميل. لما بتحطيه على البشاميل من فوق ما شاء الله بيخلي ليه نكهة حلوة قوي. بعد كده بقفل الصينيه من الجوانب اللي احنا عاملينها زي ما احنا شايفين كده. بقفل كل ما انا عملته في الحراف هقفله. بعد كده هديها. بعد كده هنشوف مع بعض الخطوه اللي بعد كده. انا هنا بقفله بس اهو زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. الفرن وقطعناها ما شاء الله ودهناها زبده من فوق وسمنه. وادي الصينيه التانيه كمان عملناها مع بعض صينيتين. نشوفهم لما يطلعوا من الفرن. لسه في خطوه تانيه قبل ما نطلعهم من الفرن. معايا بيضه ومعلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه كده، وشويه من الكمون زي ما احنا شايفين كده. وهحط عليهم شويه من اللبن وشويه من الشوربه واسقي بيهم القلاش في الفرن. ما ننساش معلقه من البودر، ده بصراحة بيخلي القلاش جميل قوي زي ما احنا شايفين كده. هضرب البيضة مع البهارات، هضربهم كويس قوي زي ما احنا شايفين كده قدام الكاميرا. هنزل بقى على كوباية لبن وكوباية شوربة. بعد كده هزي بيها ايه القلاش. انا حطيته في القلاش في الفرن قيمة 10 دقايق بالظبط ايه يبين القطع بتاعته. بعد كده هسقيه البيض على الشوربه على اللبن على البهارات اللي انا عاملاها على البودر. ما شاء الله بيخلي القلاش يعني ايه حاجه تانية خالص. حطيته 10 دقايق في الفرن على شبكه من فوق، والوقت هسقيه بالخلطه اللي انا عاملاها البيض واللبن والشوربه. هنشوف مع بعض كده. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بسم الله. بوزع التوزيعه كويس قوي. بسم الله بسم الله. ده بقى بيطر القلاش بيخليه جميل قوي زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. طلعنا صينيه القلاش من الفرن ما شاء الله عليها. بتقرمش ازاي. لو انت عايزاها طريه غطي عليها، لو انت عايزاها بتقرمش سيبيها مكشوفه. ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. تابعوا معايا الخطوات. اعملي نفس الخطوات، اعملي نفس الخطوات اللي انا عاملاها والله تطلع معاكي جميله قوي. تشرفك في العزومات
وتشرفك قدام اي حد، قدام ضيوفك، قدام اي حد. ما شاء الله عليها، هي جميله قوي. ويا ريت لو جربتوها عجبتكم تعملوا لي لايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.